معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال56. تعالوا بينا بقى اخدكم في فلوج حلو قوي عن معرض القاهرة واقول لكم ايه اللي بيحصل فيه من بداية اول يوم لاخر يوم. هو بيبدأ في 23 يناير وبينتهي في 5 فبراير، بس بيفتح لجمهوره ابوابه يوم 24 يناير. طب نروح المعرض ازاي؟ من اي مكان فيك يا مصر هتلاقوا الباص دي موجودة ومكتوبة عليها معرض الكتاب، وهتلاقوا كمان موجودة في رمسيس. سعر تذكرة الباص 20 جنيه. اول ما توصلوا بقى مركز مصر معارض دولية هتلاقوا الطابور الحلو ده مستنيكوا، يا اما تدفعوا تذكرة الدخول من على شباك التذاكر وهي 5 جنيه. طب نقطع التذكرة ازاي لو مش عايزين نقطع اونلاين؟ بعد بوابة 3 وانت جاي من ناحية بوابة 4 كده، بعديها بحاجة بسيطة هتلاقي شباك تذاكر تقدر تقطع منه، وهتلاقيه يا اما زحمة يا اما فاضي حسب ما انت يعني الوقت اللي انت جاي فيه. يا اما الاختيار التاني وهو انك تشتري التذكرة اونلاين ومن على الموقع الرسمي بتاع معرض الكتاب، بتكتب في جوجل معرض الكتاب وهيظهر لك الموقع في اول اختيار. وده اللي انا عملته بالفعل عشان اوفر جهد ووقت وكده، وادخل من اي بوابة في معرض الكتاب. وده اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. هتلاقوا فيديو شورتس كده ازاي ان انتوا تشتروا التذكرة اونلاين، وكمان مش عليها رسوم اضافية. شعار معرض الكتاب السنة دي هو اقرأ في البدء كان الكلمة. بيفتح معرض الكتاب أبوابه كل يوم من 10 صباحا ل8 مساء ما عدا يوم الخميس والجمعة، بيمتد لساعة زيادة، بيبقى من 10 صباحا ل9 مساء. شخصية المعرض السنة دي هو الدكتور أحمد مستجير أبو الهندسة الوراثية. وتعالوا بقى نعرف مين دكتور أحمد مستجير. هو ولد في 1934 في قرية الصلاحات في مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية. اهتم مستجير في المرحلة الثانوية بكتب البيولوجي، عشان كده هو دخل كلية الزراعة. وبعد كده هو اقتضى بأستاذه عبد الحليم التوبجي في تخصصه وسلك نفس تخصصه. عمل أحمد مستجير مدرس بكلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1964. عين أستاذ مساعد عام 1971 ثم أستاذا عام 1974، وأصبح عميد للكلية عام 1986. عمل كأستاذ متفرغ بالكلية، كمان كان عضو في 12 هيئة وجمعية علمية وثقافية. حصل على العديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية. وتوفى سنة 2006 في 17 أغسطس عن عمر يناهز 72 عاما في أحد المستشفيات في النمسا. كمان شخصية معرض الكتاب للطفل هي الدكتورة فاطمة المعدول. فاطمة المعدول هي كاتبة أطفال وكمان مخرجة مسرح، وإحدى رائدات أدب الطفل محليا وعربيا. خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970. عمل بقصة ثقافة الطفل عام 1972. سافر في بعثة تعليمية عام 1977 عشان تدرس مسرح وفنون الطفل في دولة المجر. عادت في البعثة الثقافية الجماهيرية وشغلت موقع مدير قصر ثقافة الطفل عام 1978. كمان تولت مدير إدارة ثقافة الطفل عام 1980، وكمان مدير عام المسرح القومي 1983. أول امرأة مدير عام لثقافة الطفل عام 1996، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل سنة 98. كرمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مهرجان العالمين جديدة عام 2024، وأصدرت أكثر من 50 كتاب أدبي للأطفال، وكتبت وأخرجت عشرات الأعمال المسرحية. قدمت أول مسرحية للمعاقين في مصر، وأشرفت على ورش في أدب الطفل والحكي. من مؤلفاتها البنت زي الولد والكنز وطيارة الحرية وعيون باسمة والوردة الزرقاء. حصلت على جوائز عدة منها كامل كيلاني لأدب بالطفل واليونسكو للتسامح عام 99، جائزة الثقافة الجماهيرية ولائحة الشرف في المجلس العالمي لكتب الأطفال عام 2006،
وجايزة مهرجان الشارقة القرائي، وجايزة مهرجان سينما الطفل عن فيلم عصفور يجد عشه. وضيفة شرف معرض الكتاب السنة دي هي دولة سلطنة عمان. ليه بقى تم اختيار دولة سلطنة عمان في ضيفة شرف معرض الكتاب السنة دي؟ مش بس عشان تقدير لإسهامات عمان الحضارية، كمان عشان نحتفي بقيم الانفتاح والحوار اللي بتجمع بين مصر وسلطنة عمان. والجديد في المعرض السنة دي هتلاقوا بيج باد وولف بوكس، واللي موجودة في قاعة 6. كمان هتلاقوا أول ما تدخلوا مكان بيع الكتب الأجنبية المخفضة في قاعة 6، واللي موجودة السنة دي، والكتب بتبدأ من 25 جنيه. وهتلاقوا كمان أنشطة جميلة جدا. يلا بينا نشوف. الآن مع استعراض تعظيم سلام. تحية بقلوبنا وتعظيم سلام لأبطال بلدنا وكل احترام، نسهر ليلهم عشان ناس تنام مرتاحين. مش بس كده، هتلاقوا ان سور الأزبكية تم نقله جنب قاعة 6 اللي هي الكتب المخفضة الأجنبية. وهتلاقوا فيه مفاجأة حلوة جدا، ان كل دور النشر عاملة جزء ليها بتبيع فيه الكتب المخفضة ب10 وب5 وب20 وب15 جنيه. مش بس للكبار، كمان لأطفالك، وهتقابل ناس لطيفة. ومش بس كده، هتلاقوا في قاعة 4 وهي القاعة المحببة ليا، واللي هتلاقوا فيها معظم دارات النشر اللي بيهتموا بيها القراء، سواء شباب أطفال كبار. وكمان ممكن تكسبوا هدية من دار بيت الكتب للنشر والتوزيع. وكمان هتلاقوا شركة نهضة مصر اللي عليها تخفيضات بتصل ل50 و70 و20%. وكمان جناح الأزهر اللي هيبهركوا كل سنة عن السنة اللي قبلها. يلا بينا نبدأ بقى وندخل قاعة 1. قاعة 1 المعروف عنها ان فيها دار النشر اللي عليها عروض زي دار دون، واللي بيبقى فيها عروض حلوة جدا جدا وخصومات تصل ل50%. فيها كتب تنمية ذاتية، وفيها كتب وروايات وحاجات في منتهى الجمال. ما تنسوش تعدوا على دار دون عشان هتاخدوا خصومات حرفيا تصل ل50%، وهتطلعوا كسبانين. والدار دي هي الدار المفضلة بالنسبة لي بالنسبة لكتب التنمية الذاتية، لأن هتلاقوا ناس كمان في منتهى الرقي، وهتساعدكم كمان لو انتوا محتارين في اختيار الكتب بتاعتكم. وهتلاقوا ناس مبتسمة طول الوقت في وشكم. وكمان الهيئة العامة لقصور الثقافة السنة دي عاملة إن هي تعمل الكتب حرفيا ب20 و25 جنيه. وهتلاقوا فيه دار حلوة جدا اسمها المستقبل، دي لأطفالكم لو حابين مثلا تاخدوا كتب للأجازة. طبعا موسم الأجازة لازم الطفل يعمل فيه حاجة، وعصير الكتب اللي غني عن التعريف، واللي كمان برضو بيساعدوكوا في اختيار الكتب والروايات بتاعتكم المحببة. وكمان كتب التنمية الذاتية، وأي كتاب بتدوروا عليه ممكن تلاقوه عندهم. وكمان هتلاقوا ناس برضو محترمة جدا. وهتلاقوا كمان عاملين عرض حلو جدا، الناس كمان اللي هي مش هتقدر تيجي معرض الكتاب تقدر تكتب اونلاين بورصة الكتب في الموقع بتاعهم، وهتلاقي فيه خصومات حرفيا. لو جبت مثلا 7 8 9 كتب بحوالي 2000 وشوية، هتطلع لك ب300 وشوية. ودي هعملها في فيديو منفصل لأنها بجد عرض جامد جدا، وحرفيا هو تقريبا بيخسروا. بس وهتلاقوا كمان فتى الأندلس، وفي روايات القادمون والكوت وأبدول. وكمان هتلاقوا واحة يعقوب والحاجات اللي هي المشهورة والكتاب اللي انتوا بتحبوهم. وهتلاقوا عندهم ألعاب كده حرفيا أنا انبهرت. لعبة كده برضه حلوة جدا. وأنا بوريكم كل حاجة في المعرض بحيث ان انتوا تفرحوا معايا. وفي معجزات الذكر ده يا جماعة كتاب في منتهى الروعة.
بجد بجد اللي عمله احمد حسني، وكمان يعني انا برشحه لكم في شدة. وهتلاقوا فيه كتب حرفيا انا يعني منبهرة ان هي موجودة، وفي اصدارات جديدة واللي معظمها جديدة طبعا في القاعة دي. وعصير الكتب طبعا بيتميز في ان هو عنده اغلبية الكتب اللي هي لسه حديثة، وكمان طبعا كتب التنمية الذاتية أو التنمية البشرية أو كتب علم النفس برضو هتلاقوها عندهم. أنا بحب قوي عصير الكتب وبحب أشتري منه كل سنة عشان هو بجد حاجة روعة. وده برضو دي لعبة كانت بنوتة بتشرحهم للأطفال الموجودة معاهم، بصراحة حلوة جدا. وتقدروا كمان ان انتوا تستفسروا عن اي حاجة او تاخدوا نبذة عن الكتاب قبل ما انتوا تروحوا، وتبقوا مقتنعين 100% ان ده الكتاب اللي انتوا هتشتروه. طبعا المسار اللي غنية عن التعريف، وفيها برضو طبعا البوك الحاجات اللي هي بوك مارك والحاجات دي موجودة برضو في مسار. وعندهم عروض اختار 4 كتب بسعر 200 جنيه، وفي كمان اختار 8 كتب بسعر 100 جنيه. طبعا تطبيق سماوي الراعي الرسمي لمعرض الكتاب، وهو تطبيق عبارة عن كتب مسموعة ومقروءة تقدروا تسمعوها أو تقرأوها لو انتوا مش قادرين تيجوا معرض الكتاب. وفي كمان عندهم هدية ان انتوا اشتراك شهر على التطبيق بيبقى مجاني. وطبعا الدار دي هي دار إبهار، وطبعا دار الكرمة برضو عاملة خصومات تبدأ من 30% لتصل ل80%. وطبعا في كتب عندهم بتبدأ من 100 جنيه. كل دار نشر لازم تروحوا تسألوا عن المكان الموجود فيه الكتب المخفضة، يا إما هيبقى موجود جنب الدار نفسه وهيبقى مكتوب عليها كتب مخفضة، أو منفصلة في دار الأزبكية. طبعا دار الكتاب العربي ودار الشروق برضو عاملين عروض وخصومات جامدة جدا. نيجي بقى على الاختراع بتاع كتوبيا للنشر والتوزيع، واللي هي مكنة، طبعا انتوا عارفين مكنة إصدار الشيبسي والحاجات دي. دلوقتي في مكنة بتبيع الكتب انت وحدك، تكتب الكود ويظهر لك سعر الكتاب وينزل لك الكتاب زي ما انتوا شايفين دلوقتي. يلا اتفرجوا معايا. انا كبهير انبهرت. اختراع يا كوتش. بنضرب رقم الكتاب، تمام، بيظهر لنا السعر بتاعه، بنحط السعر بتاعه بنزل. لسه ما اختارتش الكتاب الانجليزي ده. بتختار الكتاب وتكتب هنا الرقم اهو. انزل انزل حد ينزله. ايوه الحمد لله قد حصلنا عليهم. من أوضة صغيرة في قرية في طنطا إلى قمة 1 بليون سمت العرض ده. الآن مع استعراض تعظيم سلام. تحية قلوبنا وتعظيم سلام لأبطال بلدنا وكل احترام، ناس سهروا ليلهم عشان ناس تنام مرتاحين. هنحمي البلد دي لآخر الزمان، ندي لمصر الأمل والأمان، وري عدوك وكل اللي خان احنا مين. مين المصريين جوا عزمنا الرياضة من سنين، التاني شايف وعارف احنا الخليج، لما ربنا عارف وراكبين سالمين. المصريين عدوا 1000 محنة حولوها لانتصار، ناس عليها عدلت تصحي للقمر، واستحالة حد فيهم يخلي انتصار. المصريين المصريين جوا عزمنا الرياضة من سنين، التاني شايف وعارف احنا الخليج، لما ربنا عارف وراكبين. يلا بينا بقى ندخل قاعة 2 ونشوف فيها ايه الدارات والعروض المختلفة الموجودة في قاعة 2. أول حاجة كده هتخشوا هتلاقوا دار أفاق للنشر والتوزيع، برضو عليها خصم، عاملين خصم من حوالي 50 ل75% على كتب التنمية البشرية
وكل الكتب. والمجموعة الدولية برضو عاملة خصم، وهتلاقوا ناس لطيفة زي ما قلت لكم بتعمل لكم باي باي أو هاي للقناة. وكمان هتلاقوا دار نون للنشر والتوزيع، واللي فيها كتاب الخيميائي اللي حرفيا كتاب حلو جدا. ودار الشروق برضو موجودة في قاع 2، وعاملين برضو خصومات وعروض مختلفة، وبرضو بتصل ل50%، والكتاب حرفيا بيبقى 200 أو 150 جنيه، وفي كتب ب50 جنيه عندهم. وبرضو ممكن تكسبوا من دار تشكيل للنشر وتوزيع كتاب عالم جديد شبهي. ودار تشكيل برضو عندها كتب تنمية ذاتية وكتب روايات وكمان كتب علم نفس وكتب في مختلف العلوم. وهتنبسطوا جدا، وهتلاقوا نوت بوك وحاجات حلوة كتير جدا جدا جدا. يعني روحوا الدار واسألوا كمان على الجزء المنخفض أو الكتب المنخفضة أو أسعارها مخفضة، يعني عشان تستفيدوا بالعروض. وكمان هتلاقوا كمان دار تكوين اللي بحبها قوي برضو، وعندها تشكيلة من روايات جميلة، واللي برضو هرشح لكم حاجات كتير مختلفة في فيديو منفصل، واقول لكم انا جبت برضو كتب ايه من معرض الكتاب. وده كان فيديو الاول من معرض الكتاب وقاعة 1 و2 واهم دار النشر الموجودة فيهم. استنوني بقى في فيديو منفصل عن قاعة 3 و4 واهم دارات النشر اللي موجودة فيهم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو الدعم، وانشروا بقى الفيديو في كل مكان وقولوا لاصحابكم يلا بينا على معرض الكتاب عشان نشوف أحدث الفعاليات. أنا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. واستنوني في حلقات جديدة من شوبينج ست البنات، وباي باي.